در جای دیگری همین امام خطابی در کتابش معالم السنن جلد 4 صفحه 330 تا 332 آورده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث النزول رمي آورد میگه قلت مذهب علماء السلف يعني خطابی که در قرن سال 300 اندی بوده وقتی میگه مذهب علماء السلف ایشان ندانه مذهب علماء السلف چی است. شخصی در قرن هشتم و نهم اینا بگه نه مذهب علماء السلف این است. مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء يعني شافعي مالك أبو حنيفة أحمد وغيره أن يجروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها وأن لا يريغوا لها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها. مذهب علماء السلف وأئمة فقهاء نسكي ظاهر النصوص كوارد شدروا أمروها كما جاءت ولا يريغوا لها المعاني دنبال معنى براشون نمی گردند معنى براشون ذکر نمی کنند ولا يتأولوها تأويلشون هم نمی کنند چون می دانند که علمشون قاصر از درک معانی اینها یعنی تفویض. یعنی الان امام خطابی اینجا که میگه مذهب ائمه السلف و ائمه الفقه تفویض هست امام خطابی ندانست العیاذ بالله یک بدعتی رو آورد طبق كلام امام ابن تيمية در كتابش درء تعارض العقل والنقل كشديد ترين بدعت از بدعت ملاحدة شديد ترزين بدعت. قلت وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنه. این بما امر شده ما بگیریم ظاهر شو بگیریم باطنش رو دیگه دنبال معناش نیفتیم. در پایین میاد بعد آیه رو میارد که ما يعلم تأويله إلا الله كي ميجي شأن الراسخين نسكي بقن آمنا به كل من عندنا يعني همان تفويض. بعد ميجي وكذلك كل ما جاء دقت كنيد وكذلك كل ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا والقول في جميع ذلك عند علماء السلف هو ما قلنا وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة. در همه این مسائل نزد علماء السلف این گونه بوده